تفتكر إن ممكن طيار وهو طاير في الجو بالطيارة اللي فيها ركاب تفتكر ممكن ينتحر؟ طب تفتكر إن مصر كانت ممكن إن هي تدخل في صراع سياسي مع أمريكا بسبب حادثة طيارة تابعة لشركة مصر للطيران؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة يا صديقي في الرحلة 990 يوم 31 أكتوبر سنة 99 أو 1999 تحديدا الساعة 1:03 تقريبا. تتحرك الطيارة المصرية من طراز بوينج 767 في الرحلة رقم 990 من مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك أو في أمريكا بشكل عام. وكان موجود في الرحلة دي عدد ركاب تقريبا عددهم 203 من بينهم 100 أمريكي و75 مصري من غير طاقم الطيارة، ده غير باقي الجنسيات اللي على الطيارة. وطاقم الطيارة كان مكون من 14 شخص، يبقى كده موجود على الطيارة يا صديقي 217 راكب. أما بالنسبة لكباتن الطيارة أو المسؤولين عن قيادة الطيارة كانوا الكابتن طيار أحمد الحبشي ومساعده الكابتن طيار جميل البطوطي، وكان معاهم 2 مساعدين كمان اسمهم عادل أنور ورؤوف محي الدين. بس أنا هنا محتاجكم تركزوا مع جميل البطوطي وكابتن الطيارة لأن هم أبطال القصة، وبالتحديد جميل البطوطي. القصة بتبدأ لما الرحلة كانت متجهة من لوس أنجلوس للقاهرة، وزي أي رحلة طيران عادية جدا تقف ترانزيت في نيويورك، تحديدا في مطار اسمه مطار جون كينيدي الدولي. واحنا هنا يا صديقي وكل شيء عادي جدا وماشي على ما يرام. بس كان في مشكلة، والمشكلة هي ان المفروض الطيارة كانت تقف ترانزيت ساعة الا ربع، لكن الطيارة تتأخر في المطار اكتر من كده وبكتير كمان، وهقول لكم خطورة الكلام ده قدام شوية. المهم الطيارة يا صديقي تبدأ رحلتها في الطيران الساعة 1:03 تقريبا، وتبدأ الطيارة تطير وتعلى في السماء، وبعد تقريبا 25 دقيقة الطيارة تستقر في ارتفاعها المحدد ليها واللي هو 33,000 قدم. لكن اللي يحصل إن بعد أقل من ساعة الطيارة تقع في المحيط. طب إزاي ده حصل ومين السبب؟ هنا بقى تبدأ الحركة أو تبدأ الحكاية. في البداية يا صديقي الرحلة كانت ماشية تمام جدا لحد تقريبا الساعة 1:50 يعني بتتكلم 2:10 الطيارة هنا تقع من السماء وتنزل مرة واحدة وبدون أي سابق إنذار، والطيارة تنزل من ارتفاع 33,000 قدم ل 16,000 قدم. وللأسف الشديد يا صديقي ما كانش فيه أي مبرر واضح للسقوط الحر ده. وعلشان يا صديقي أحاول أوصل لك سرعة الطيارة وقتها أو وقت الهبوط كان عامل إزاي، فيقال إن سرعة الطيارة حرفيا وصلت لحدود سرعة الصوت. المهم بعد دقيقة أو أقل السقوط وقف ورجعت تاني الطيارة في مسارها المحدد ليها وعلى ارتفاع 25 أو 24 ألف قدم. لكن بمجرد مرور ثواني قليلة جدا ترجع الطيارة تاني للسقوط، بس المرة دي كانت الأخيرة. وكانت وقتها يا صديقي الساعة 1:52 يعني انت هنا بتتكلم في حدود دقيقتين أو 3 بالكتير كانت الطيارة واقعة وتسقط الطيارة في المحيط الأطلسي، وتحديدا بالقرب من جزيرة اسمها نانتوتيك الأمريكية. وكان سبب السقوط المعلن إن الطيار جميل البطوطي انتحر بالطيارة، بالإضافة إن وقت السقوط المحرك الأيسر للطيارة اتعطل، وده بدوره قطع الكهرباء عن باقي الطيار. كده احنا عرفنا إن في طيارة وقعت في المحيط وإن السبب هو عطل في المحرك، ده غير محاولة الانتحار. ركز بقى يا صديقي معايا في اللي جاي علشان الأكشن كله في اللي هقوله دلوقتي. بعد محاولات البحث والإنقاذ اللي تمت للطيارة دي من خلال القوات الأمريكية ما يلاقوش أي جثة لأي راكب. طب حطام الطيارة أصلا راح فين؟ محدش كان عارف أي حاجة، أو ممكن يكون هناك سبب آخر بس اتقالوا للآخر. وفضلت عمليات البحث شغالة يا صديقي لحد ما القوات الأمريكية لقوا الصندوقين السود بتوع الطيار. ولو انت كنت اتفرجت على فيديو العبارة السلام 98 هتعرف ليه كان موجود صندوقين سود مش صندوق واحد في الطيارة. المهم القوات الأمريكية تفرغ التسجيلات اللي كانت في الصندوق الأسود وتقول لك إن الطيارة وقعت بسبب عملية انتحار. طب هنا بقى أنت هتقول لي عملية انتحار إزاي؟ القوات الأمريكية بقى يا صديقي قالت إن القبطان اللي هو اللي بيسوق الطيارة يعني راح الحمام وساب غرفة القيادة لمساعده جميل البطوطي. وهنا بقى القوات الأمريكية قالت إن جميل البطوطي قال توكلت على الله، وقالها أكتر من مرة. وبناء على الكلام ده تم تصنيف الحادثة دي من خلال القوات الأمريكية
على انها انتحار. طب انت هنا هتسألني ليه امريكا ما افترضتش ان ممكن تكون الحادثة دي عطل في الطيارة؟ هقولك يا صديقي بكل بساطة، لو امريكا كانت قالت ان في عطل في الطيارة اللي هم محركات الطيارة اللي عطلت وقطعت الكهرباء عن الطيارة، فبالتالي شركة بوينج المصنعة للطيارة هتضطر ان هي تدفع تعويضات ضخمة جدا لأسرة المتوفيين. ما هو انا نسيت اقولك يا صديقي ان كل الركاب اللي كانوا على الطيارة ماتوا، مفيش ولا واحد منهم عايش. طب احنا هنا هنخش على مصر، رأي مصر وقتها كان ايه؟ قبل ما اقولك على موقف مصر يا صديقي هقولك كم ملحوظة كده. لو افترضنا ان الطيارة دي بالتحديد حظها وحش، تفتكر بقى يا صديقي الطيارة دي كان حظها وحش ليه؟ انا اقولك وانت ترجم الكلام معايا. في كذا سبب ان الطيارة دي يكون حظها وحش. يعني مثلا واحد من الاسباب هو ان الطيارة اتأخرت عن ميعاد اقلاعها اكتر من ساعتين. انت هنا يا صديقي هتقول لي هي فين المشكله؟ هقول لك بقى ان في سجلات الطيران يقال ان الطياره لما اقلعت ما كانتش لسه اسمها ولا اصدارها اتحطوا على السيستم الامني علشان الطياره ما يحصلش مشاكل ليها او تتعرض للضرب من خلال الدفاع الجوي. هتقول لي ايه دخل الدفاع الجوي بالطيران المدني؟ هقول لك يا صديقي ان خطوط الطيران بيكون ليها حاجه زي كشف باسماء الطيارات واصداراتهم علشان يعني يبلغوا بيها برج المراقبة، والبرج بدوره بيتواصل مع الطيارة علشان لو حصل أي مشكلة ليها. حلو لحد هنا يا صديقي؟ ده كان أول سبب. بالنسبة لتاني سبب بقى هو إن الضابط اللي كان مسؤول عن إقلاع الطيارة من برج المراقبة كان أمريكي يهودي وكان اسمه بيتا زانسكي. أقول لك حاجة تانية يا صديقي بخصوص الضابط ده، إيه رأيك بقى لو أنا قلت لك إن الضابط ده هو المسؤول عن الرحلة رقم 11 أو الطيارة رقم 11 اللي كانت أول طيارة تنفجر في برج 11 سبتمبر؟ تاخد الكبيرة كمان يا صديقي، الضابط ده هو بغباوته كان برضو مسؤول عن الطيارة التانية أو الرحلة 175 اللي فجرت البرج التاني. يعني أنت متخيل بعد أقل من سنتين هو كان سبب في كارثة أثرت على العالم كله؟ الضابط ده بقى يا صديقي كان ادى تعليمات لقبطان الطيارة اللي هو أحمد الحبشي إن هو يغير الممر الملاحي بتاع الطيارة. تعالى كده بقى يا صديقي أقول لك كام حاجة غلط حصلت من ورا الراجل ده. فاكر من شوية لما قلت لك إن الطيارة ممكن تتضرب من الدفاع الجوي؟ تعالى كده بقى أقول لك الضابط ده عمل إيه. هو تقريبا كان متعمد إن هو يغير الممر الملاحي بتاع الطيارة، ولو هو مش قصده يبقى كده كان متعمد إن هو يحرك الطيارة في وقت متأخر، ولو برضه ده مش قصده يبقى أكيد كان متعمد إن هو ما يسجلش اسم الطيارة أو الرحلة 990 لمصر للطيران في قائمة الرحلات. وده معناه يا صديقي إن الطيارة لما تطير وتطلع على الخط الملاحي بتاعها هتكون الطيارة حرفيا معرضة إن هي تتضرب من منظومة الصواريخ الأمريكية، واللي بالمناسبة هي كانت منظومة الصواريخ الأمريكية تقريبا موجودة في نفس مكان سقوط الطيارة. طب أزيدك من الشعر بيت، ايه رأيك ان الضابط ده هو اللي قال للطيار احمد الحبشي ان هو يغير موجة الراديو بتاعة الارسال والاستقبال في الطيارة وهي في الجو؟ وده برضه سبب مشكلة اكبر، والمشكلة ان الارسال والاستقبال في الطيارة اتقطع عن برج المراقبة واي برج تاني، وده برضه بيعرض الطيارة اكتر انها تتضرب يا صديقي. تفتكر بقى يا صديقي بعد ده كله ممكن يكون صدفة او الطيارة حظها وحش؟ طب ايه رأيك بقى لو انا قلت لك ان كان موجود على الطيارة دي ناس مهمين جدا عسكريين وعلماء مصريين على الطيارة، ودول المفروض يعتبروا ناس مهمين جدا وتقال في مصر؟ برضو هتقول لي ممكن يكون صدفة. المهم تعالوا كده احنا بقى نشوف رد الجانب المصري على تحقيقات امريكا كان عامل ازاي. الجانب المصري يا صديقي قال ان حادثة الطيارة دي كان متخطط ليها قبل كده، وقال كذا سبب. أولها إن الطيارة اتأخرت عن ميعاد الإقلاع بتاعها، والتاني إنها ما تسجلتش على خريطة الرحلات قبل الإقلاع، أو إنها اتسجلت متأخر بعد الإقلاع أصلا، وده بيؤدي إنها ما تتسجلش على كمبيوتر وسائل الدفاع الأمريكية، فبالتالي هيتم التعامل مع الطيارة على أساس إن هي طيارة معادية، وده كان سبب إن هي اتضربت بالصواريخ يا صديقي. ده غير إن الطيارة نفسها اتعرضت لإعاقة إلكترونية كانت سبب إن هي تنحرف عن مسارها العادي، وللأسف يا صديقي الطيارة ما رجعتش لمسارها الصحيح من خلال محطة التوجيه والمتابعة
اللي كانت في المطار، وده بيخلي في شكوك ان كان فيه تعمد عدم تصحيح من المحطة بتاعة المطار، او انه حصل تشويش على وسائل الاتصال بين الطيار ومحطة التوجيه، وده اللي ايدته البيانات اللي اذاعتها الهيئة بقطع الاتصال بين الطيارة ومحطة التوجيه قبل الحادثة ب3 دقايق كاملة. ودي كانت الفترة اللازمة والكافية علشان الطيارة تدخل منطقة التدمير والاشتباك بتاعة صواريخ الدفاع الجوي اللي اتضربت على الطيارة يا صديقي. وهنا بقى يا صديقي نفهم كام سبب لحادثة الطيارة دي، او بمعنى ادق ازاي الطيارة وقعت. في الاول يا صديقي الطيارة كانت ماشية في مسارها الطبيعي عادي جدا، وكانت زي ما انا قلت طايرة على ارتفاع 33,000 قدم من خلال الطيار الآلي، مش الطيارين اللي سايقينها، وده بالنسبة للطيارين عادي يا صديقي. بس كل كارثة بتحصل يا صديقي لما الطيار جميل البطوطي بيشوف حاجات أول مرة يشوفها بتحصل قدامه، والمفروض ما تكونش موجودة في مسار الطيارة الطبيعي أساسا. وهقول لكم إيه هي الحاجات دي بس كمان شوية. خلينا نكمل. في البداية يا صديقي الطيار جميل البطوطي افتكر ان في خلل في الطيار الآلي بتاع الطيارة، واللي بالمناسبة في مفاجأة في آخر الفيديو بخصوص الطيار الآلي ده. بس خلينا نكمل قصتنا. الطيار جميل البطوطي يا صديقي لما شاف ان في خلل في الطيار الآلي، كل اللي هو عمله ان هو فصل الطيار الآلي فورا علشان يعيد الطيارة لمسارها الطبيعي. بس في اللحظة دي بقى يا صديقي هو شاف حاجات تعتبر كارثية لأي طيار مدني، والحاجات دي كانت عبارة عن صواريخ متجهة للطيارة. في البداية يا صديقي هو كان صاروخ واحد، واللي الطيار جميل البطوطي عمله في اللحظة دي ان هو عمل مناورة صعبة جدا على اي طيارة مدنية، والمناورة دي كانت ان هو عمل هبوط حاد ونزل بالطيارة بسرعة كبيرة جدا من ارتفاع 33,000 قدم ل 16,000 قدم، علشان بس مجرد ان هو يتفادى الصاروخ الاول، وده اللي خلاه يفصل محركات الطيارة يا صديقي. وفعلا الطيارة لحقت نفسها من الصاروخ الأول. وفي الوقت ده يا صديقي يدخل الطيار أحمد الحبشي، وده كان قبطان الطيارة، ولما شاف اللي بيحصل طلب بسرعة من الطيار جميل البطوطي إن هو يساعده في رجوع الطيارة لارتفاعها الأصلي من جديد، وده كان واضح جدا من التسجيل بتاع الصندوق الأسود. تعالوا كده بالمناسبة نسمعه. طبعا يا صديقي الكارثة لما بتحصل مفيش حد هيوقفها، وفي عز ما طاقم الطيارة بيحاول ينقذ الوضع على قد ما يقدر، وعلى ارتفاع 16,500 قدم يتجه صاروخ تاني في اتجاه الطيارة مباشرة، وما كانش قدام الطيارين غير ان هم يعملوا مناورة تانية ويرتفعوا بالطيارة بسرعة علشان بس مجرد يتفادوا الصاروخ التاني ده. بس للأسف علشان الطيارة مدنية ومش مجهزة ولا مهيئة للنوع ده من المناورات، ده غير ان وزنها يا صديقي كان كبير جدا، الطيارة ما قدرتش ان هي ترتفع بسرعة لفوق، واللي يحصل انه تقريبا على ارتفاع 24,000 قدم يضرب صاروخ الطيارة، وبالتحديد في منطقة الديل، وتسبب في تفريغ كبير في الهواء اللي في منطقة التدمير، وده اللي نتج عنه ان اجسام الركاب اتفجرت وتحولت لأنسجة بشرية. وللأسف يا صديقي كل ده وقع في المحيط مع حطام الطيارة، وللأسف الشديد مع حطام الصاروخ اللي ضرب الطيارة كمان. طيب انت هنا يا صديقي هتقولي أمريكا بتقول إن الطيارة ما اتضربتش وإنها وقعت بسبب محاولة انتحار البطوطي، وهم استندوا على كام سبب، أغلبهم بصراحة من وجهة نظري مش مقنعين قوي. يعني مرة يقولك إن هو قال توكلت على الله، وقالها أكتر من مرة كمان، ومرة تانية يقولك إن هو علشان ياخد مبلغ التأمين علشان بنته تعبانة، ومرة تالتة يقولك إن هو كان متخانق مع قبطان الطيارة أو رئيسه حاجة زي كده يعني، والراجل ده قال له إن هو الرحلة دي هي آخر رحلة معاه في مصر للطيران. ومرة رابعة يقولك إن هو كان فاضله من 3 ل4 شهور علشان يطلع معاش، وبسبب كده هو طمع في مبلغ التأمين الكبير، بالإضافة إن أهله هيكون ليهم تأمين صحي على طول.
طيب دي كانت أسباب وأدلة أمريكا. أسباب وأدلة مصر بقى كانت عبارة عن إيه؟ الحقيقة يا صديقي كان ظهر تقارير فيها كذا دليل، ومعظمهم ممكن نقول عليها مقنع. الدليل الأول بيقول إن الطيارة كان في نية إن هي تتضرب، لأن كان في تعمد واضح في تأخير إذاعة الكارثة وبياناتها، لأنهم في الأول أعلنوا إن في طيارة مصرية مفقودة، وبعدها بساعة كاملة أعلنوا إن الطيارة اتحطمت بالكامل ووقعت في المحيط الأطلنطي. يبقى إزاي هم أعلنوا إن هم فقدوا الطيارة مع إن الطيارة أصلا ما خدتش أكتر من 3 دقايق وكانت الطيارة منتهية نهائي؟ الدليل التاني يا صديقي إن هم ما لقوش أي أشلاء لأي جثة، لكن اللي لقوه أنسجة بشرية، وده اللي بيثبت بقوة إن الطيارة اتعرضت لضغط جو شديد بعد انفجار ديلها بالصاروخ التاني، وده علشان الانفجار العادي للطيارة صعب جدا ان هو يحول الجثث لأنسجة بشرية. وكمان كان في سبب تاني، وهو ان الانفجار لو ما كانش في صورة ناسفة كانش زمانهم الطيارين المصريين عملوا المناورة الصعبة دي علشان يتفادوا الصاروخ. وفي دليل تالت او رابع كمان بيقول ان الإدارة الأمريكية تعمدت ان هي ما تذيعش محتويات الصندوق الاسود بالكامل، علشان بس مجرد ان هم يحاولوا يتفادوا اي كلام بيثبت ان الطيارة دي اتعرضت للضرب بالصواريخ عن طريق كلام طاقم الطيارة مع بعضه، او الكلام بين طاقم الطيارة والمحطة الارضية، ده لو كان اصلا في اي تواصل بين الطيارة والمحطة. وبرضه علشان يخفوا السبب الحقيقي وراء قطع الاتصال بين الطيارة والمحطة الارضية ب3 دقايق بس. وكمان بالاضافة ان ممكن يكون صوت انفجار الصاروخ موجود في تسجيلات الصندوق الاسود. وبالنسبة لاخر دليل هو كان في كابينة القيادة بتاعة الطيارة نفسها، لأن مش من الطبيعي إن كابينة الطيارة تتحطم بالكامل إلا إذا كان في انفجار شديد وشديد جدا كمان، لأن من النادر جدا إن كابينة القيادة بتاعة الطيارة تتحطم، لأن فرضا مثلا لو كانت وقعت في المحيط على الأقل يا سيدي الكابينة هتكون سليمة مش متحطمة تماما. فاكرين بقى المفاجأة اللي قلت هقولها لكم في آخر الفيديو بخصوص الطيار الآلي؟ المفاجأة دي يا صديقي كانت على لسان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لما طلع في تصريح خطير جدا وقال إن الطيار الآلي كان فيه مشاكل في الطيارة نفسها، وإنه حصل فيه عطل أكتر من مرة في رحلات تانية، وده اللي السلطات الأمريكية حاولت تخفيه. ده غير إن هو قال إن الطيارة اتعرضت للضرب من خلال صاروخ، وده يعتبر اتهام واضح وصريح للسلطات الأمريكية إن هي ضربت الطيارة. أما بالنسبة للتصريح التاني وده تقريبا أخطر تصريح اتقال، وهو إن كان في شخص مهم جدا في الإدارة الأمريكية وصل الكلام ده للواء عمر سليمان، وبالتالي اللواء عمر سليمان وصل الكلام للرئيس حسني مبارك. والتصريح ده كان هو إن السلطات الأمريكية مستحيل إن هي هتعترف إن المشكلة من عندها. في النهاية يا صديقي تعالى كده نرتب الأحداث مع بعض. في الأول الطيارة اتأخرت في المطار، وده اللي خلاها ما تتسجلش على كمبيوتر الرحلات، وبعد كده الإرسال يتقطع بسبب إن الضابط بيتا زانسكي قال لقائد الطيارة إن هو يغير موجة الإرسال بتاعته في الطيارة وهو في الجو، وبعد كده خلال دقايق صغيرة الطيارة تتضرب علشان ما تسجلتش على كمبيوتر المطار، وبالتالي ما تسجلتش على كمبيوتر الدفاع الجوي، وده لوحده اللي كان كفيل إن هو يعتبرها طيارة معادية ويضربوها. وبعد كده يتقال إن الطيارة وقعت بسبب محاولة انتحار الطيار جميل البطوطي، وترفض الإدارة الأمريكية إن هي تعترف إن بشكل أو بآخر هي ليها يد إن الطيارة تتضرب، سواء إن كانت من خلال صواريخ أو عطل في المحرك، لأن وقتها كل اللوم هيتحط على شركة بوينج أو القوات الأمريكية. في الحالتين أمريكا هي اللي هتتلط. وتخيل بقى يا صديقي كل الفرح ده ونسينا إن كان راكب في الطيارة ناس من أبرز وأهم العلماء والعسكريين المصريين، واللي بالنسبة لأي عدو هيتمنى إن الطيارة دي تتضرب، لأن بكل بساطة دول يعتبروا ثروة قومية. وخلي بالك يا صديقي كل الكلام ده يعتبر ملخص القصة كلها، لأن في مليون حاجة تانية حصلت في الرحلة دي وكلها مرتبطة ببعض، بس أنا حبيت أجيب لك القصة بشكل بسيط على قد ما أقدر. وفي النهاية يا صديقي رحم الله كل من كان على الطريق. وبس كده يا سيدي، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو الفيديو عجبك، ما تنساش تكلمنا على الانستجرام
لو انت عندك اي تعديل على الفيديوهات او عندك اي قصة جديدة حابب نحكيها، وكل الروابط هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. وهستناكم تقولوا لي رأيكم على الحلقة في الكومنتات. وبس كده كان معكم أمين أشرف، أشوفكم الفيديو الجاي.